علشان الناس بتقول لك ليه انتوا الانتاج عندكم مش لا النخله بتجيب 50 كيلو. هو البني ادم اللي بياكل لحمه جزاري زي اللي بياكل لحمه بيضه، فراخ بيضه؟ لا طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، اخبارك ايه؟ خير والله. عامل ايه؟ بخير ان شاء الله. ايه الاخبار؟ والله تمام الحمد لله. عايزينك يعني انا دايما معودين الناس على الشفافيه المطلقه. اكيد. مش الشفافيه اللي هي العاديه، لا الشفافيه المطلقه. ان شاء الله خير. عايزين المستثمر اللي هيستثمر معانا لازم يعرف احنا في مزرعتنا القديمه لما بيجي بيبقى عايز المزرعه القديمه بتاعتنا او النموذجيه ديت تبقى هي انعكاس حقيقي لمزرعته الجديده. اكيد. هو بيثق فيك ليه؟ عشان شافك عندك حاجه حلوه، عندك خبره حلوه وسابقه حلوه، فهو عايز يشتري السابقه دي. ان شاء الله. حلو؟ ان شاء الله. طيب عايزين بقى نعرف نتجول في المزرعه وتقول لي المزرعه النموذجيه البشاير سيوه اخر شهرين من 1/10 ل 30/11. احنا كان عندنا معاملات كبيره جدا لان انت 1/10 بدأ الحصاد. احنا من بدايه 1/10 بدأنا نلم محصول المجدول. عايزين نتكلم ونخلق يعني بشكل عام يا محمود. احنا بدأنا في 1/10 نلم محصول المجدول. حلو. انتهى شهر 10 كانت المزرعه باكملها مجدول وصعيدي اللي هو السيوي. بس خلي بالك احنا لسه في شهر 10، عايزك تاخدني واحده واحده. ماشي. احنا 1/10 بدأنا لان المجدول ما بيتلمش مره واحده. لا ما بيتلمش، بيتجرح الاول، بيتلم على مراحل. على مراحل. يعني بيتاخد مثلا الفئه الاولى، بعد منها ب5 6 ايام تبدا ان انت تحل الكيس مره واثنين وتهزه مره واثنين وثلاثه بحيث ان هي تسيب. بتاخد منه في الاسبوع مرتين. وبتاخد منه البلحه اللي هي واخده رسمه المجدول الحقيقيه اللي هي اتجدلت، اللي هي اتجدلت واللي هي خدت طبعه المجدول. بدأنا شهر 10 تمينا ماشيين كل خميس او كل يعني في الاسبوع مره او اتنين ناخد لمه مجدول. بس خلي بالك برضه احنا كنا بناخد لمه ثالثه لما كان بيجي لنا زيارات للعملاء يوم الجمعه. كنا بناخد لمه في يوم الجمعه عشان نوري الناس نوريهم المحصول اللي عندنا، المحصول واحنا بنحصده ازاي. اكيد عشان برضه هو يكون عنده خلفيه عن المحصول ده هيتلم ازاي، وده محصول مزرعه هو مش جاي هيدفع فلوس كده وخلاص. هيبقى هيوقف على ارض ثابته. مظبوط. بقى عنده شجره يعرف يلمه ازاي، يعرف يتعامل معاه ازاي. شهر 10 احنا خلصنا الحصاد وبعد كده بدأنا خدمه شتويه. عملنا ايه؟ انا قلت في الخدمه الشتويه شهر 11 ما يخلصش الا لما يكون التقليم والخدمه خلصوا. اكيد. عشان النخل يستفيد اقصى استفاده في اسرع وقت. صح يستفاد من اللي احنا حطيناه من الخدمه الشتويه. انت بتبدر بالخدمه الشتويه عشان تحضر لمحصول جديد اللي هو بتاع السنه الجديده ان شاء الله. مظبوط. يعني انت كل ما قدمت في الخدمه الشتويه النخله نفسها استفادت سماكه وان هي تشيل طرح. اشرح لنا